6 يوليو يوم الاثنين قلنا فيه زاوية ثنائي خماسي. حسان شكرا للتحية. زاوية ثنائي خماسي ما بين عطارد والعقدة الحقيقية، عطارد في السرطان والعقدة الحقيقية في الحوت، بيتك الرابع. ثنائي خماسي أيها القوس، عطارد في برج السرطان، بيتك الثامن. هذا اليوم اللي هو بكرة إن شاء الله يحمل تأثيرا خفيا بس مهم. العقدة الشمالية موجودة في بيتك الرابع، بيت العيلة، وهو بيت الجذور وبيت الأسرة وبيت الاستقرار الداخلي، بينما عطارد في بيتك الثامن أيها القوس بيركز على الملفات المالية والأسرار النفسية والعميقة. العلاقة الإبداعية بينهم بتشير إلى حلول غير متوقعة تخص العيلة، تخص الممتلكات، تخص الموارد المشتركة. حاكم بيتك السابع والعاشر الموجود في البيت الثامن يعني هيجعل النقاش مالي، هيجعل النقاش قانوني، هيبقى مرتبط بشريك أو بجهة مهنية، هيصل إلى نقطة تقدم إن شاء الله. الشمس في السرطان والقمر في برج الحوت، وده كويس بيعزز قوة الحدس بشكل كبير أيها القوس، فقد تشعر أن لديك قدرة استثنائية على فهم ما يدور خلف الأحداث الظاهرة. الزاوية الثانية يوم الاثنين 6 يوليو بكرة برضو، الشمس في الدرجة 14-24 في برج السرطان، بيتك الثامن أيها القوس، وفي منزلة الطرفة اللي هي منزلة سمعتها. حسان شكرا للتحية، شكرا للتحية حسان، شكرا حبيبي، شكرا لدعمك، شكرا لذوقك. طيب الشمس عاملة مربع إيكال، شكرا للتحية، شكرا للتحية، شكرا للدعم، تحياتي تحياتي، شكرا للتحية. الشمس عاملة مربع مع زحل، الشمس في برج السرطان عاملة مربع مع زحل في برج الحمل، وكل منهما في الدرجة ضيف الله شكرا للتحية، كل منهما في الدرجة 14 و24. الحمل يعتبر بيتك الخامس أيها القوس في منزلة البطين السعيدة أيها القوس اللي هي 12 حمل 25 حمل. هنا بتبدأ مرحلة أكثر جدية، مرحلة أكثر تأثرا. الشمس في البيت الثامن بتركز على المال، خد بالك، المال المشترك، مال الشريك، مال الشريك سواء شريك البيت أو شريك العمل، الالتزامات، بيت التحولات الداخلية، بيت الأسرار. بينما زحل في البيت الخامس بيفرض عليك مسؤوليات مرتبطة بالأبناء أو بالعلاقات العاطفية أو بالمشروعات الشخصية أو بمغامرة معينة. زحل حاكم بيتك الثاني اللي هو الجدي أيها القوس، وبيتك الثالث اللي هو الدلو أيها القوس، وبالتالي هيدخل المال والتواصل والدراسة ضمن التأثيرات. مربع الشمس وزحل قد يجعلك تشعر أن هناك التزامات مالية أو عاطفية. حسان شكرا للتحية، شكرا للتحية. التزامات عاطفية تحتاج إلى إدارة أكثر واقعية. القمر في الحوت في بيتك الرابع بيذكرك إن الاستقرار النفسي والعائلي أهم من ردود الفعل السريعة. الاستقرار مهم. التأثير العام هنا هيدفعك لإعادة تنظيم أولويات مالية، أولويات عاطفية، بدلا من التوسع من دون حساب أيها القوس.